بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير البنات. وبعد هذه الغيبة أتأسف، لكن حسب الظروف راكم تعرفوا. اليوم جبت لكم واحدة تحلية رائعة، تعتبر تحلية باردة وكيك في نفس الوقت. لازم يتقدم بارد، اللي هي بالشوكولا والكابتشينو والشوكولا البيضاء والكاكاو. هايلة هايلة، خاصة اللي يحبوا هذا النوع من التحليات. نحتاجو في الوصفة البنات، نحتاجو 4 بيضات صغار، نحتاجو كاس سكر وكاس حليب وربع كاس، نفس الكأس نكيل به من الزيت. ونحتاجو البنات 3 ملاعق من الكابتشينو مع ملعقة صغيرة، هنا راني مخلطتهم، ملعقة صغيرة فقط من القهوة سريعة الذوبان. ونحتاجو الجلاصاج في الأخير، شوكولا بيضاء وكريمة سائلة. اما نمروا للوصفه، اول شي حطيت البنات البيض ودرت رشه ملح، زدت عليه السكر، كاس سكر نفسه، وفقط بدون لافاني. والخميره البنات نحتاجوها، راح نحطها في الاخير. وخلط بالمضرب الكهربائي او البتخا كما يقولوا. واللي ما عندوش عادي دربوا بالباتور ولا عادي جدا. اول شي بديت بالفيتاس، غير بالعقل، وطلعوا غير بشوي الفيتاس البنات، باش تجيكم كيكه اسفنجيه وكيكه سهله. تبعوا فقط المقادير وطريقه التحضير كما تشوفوا هنا البنات. هاني زدت في الفيتاس تاع البيتخا. هنا راني درت المكونات، زدت هنا الكابتشينو، اللي هما 3 ملاعق مع ملعقه صغيره تاع القهوه كما قلت لكم البنات. وتزيدوا غير بشوي. وبعد ما يتخلط لي كل شيء مليح مليح البنات، هنا راني مازال ما كملت باقي المقادير، غير نخلط مليح المكونات. تزيدوا الحليب والزيت فقط، هذه هي. قلت لكم البنات دائما نزيدوا الفيتاس كما تشوفوا هنا، باش تخلط لي مليح مليح ويجيني كيكه خفيفه واسفنجيه. تجيكم خفيفه البنات كما قلت لكم، و سهله وتقدر ديروا بها اي شيء. هذه الكيكه هذه نفس الطريقه وهنا البنات بعد ما كملت الخلط مليح، حطيتها في صحن واحد اخر. وراح نضيف باقي المكونات تاع الكيك. حطيت كأس من نفسه من الفرينة، زدت عليها كيس خميرة كيميائية. ودائما تغربلوا المقادير كما قلت لكم، باش الطريقة هذه تجيكم خفيفة الكيكة. ضفت الكيس الثاني، وراح نضيف له كيس الخميرة الثاني كما قلت لكم. الخميرة في الأخير، مذكرتهاش في الأول. والمهم البنات، وبعد ما ضفت راح نغربلهم مليح كما قلت لكم. لازم تغربلوا المقادير باش تجيكم خفيفة الكيكة تاعكم. تبعوا فقط الطريقة، وان شاء الله البنات تعجبكم. الحقيقة كيكة رائعة، ومن عشاق الاولاد نتاعي يحبوا بزاف الكابتشينو والتحليات والكيكات اللي معاه. راكم تعرفوا الاطفال دائما يحبوا الشيء اللي اللي يحبوه دائما يطلبوا من الام. ربي ان شاء الله يحفظ وليداتكم ووليداتنا ان شاء الله يا رب. وهنا البنات كما تشوفوا نخلطوا مليح المقادير بهذه الطريقة، لانه البنات كي تخلطوا مليح بهذه الطريقة راح يدخلها الهواء مليح مليح كما تشوفوا. نخلطها جيدا وتخبطوا باليد فقط كما تشوفوا بهذه الطريقة. كما قلت لكم البنات، هي كي يدخلها الهواء تجيكم اسفنجية ومهوية من الداخل. هذه اخر مرحلة البنات باش نحطها في الفرن. كما تشوفوا هنا خلاص البنات، راني زدتها ملعقتين لان حسيت شوي خفيف الخليط، ما يجيش خفيف بزاف وما يجيش ثقيل بزاف. وهنا جبت بلاطو مدهون البنات فقط، وتحطوا اي بلاطو اللي عندكم ولا مول تاع الفرن، تخبطوها فقط بشويه هكذا. ويكون الفرن مشعل من قبل، فاتحين الفرن من قبل على درجة 180 درجة ولا 165 درجة، وتخلوها تطيب عادي من تحت لفوق. وهنا البنات باش نشربها نحتاجو كاسين تقريبا حليب، هنا راه كاس كبير. نحتاجو سكر ملعقة كبيرة، وكابتشينو تقريبا ثاني ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة من القهوة. وتخلطوا كل شيء، وكل حليب سخون البنات كما تشوفوا، لازم يكون الحليب سخون. وهنا البنات راهي طابت لي الكيكه نتاعي، وتعتبر كما قلت لكم كيك بارد وتحليه بارده كما تشوفوا ما شاء الله. شوفوا اسفنجيه هايله، تقدروا ديروها في اي في اي كيكه عاديه، في اي وصفه اخرى نقصد البنات.
هذه مش غير يعني من هالوصفة، هذه الطريقة يعني عجبتني، تجيكم خفيفة. تجيبوا الكوردون كما تشوفوا ولا اي شيء باش تثقبوا به الكيكة نتاعكم، باش تشرب لكم الخليط اللي راح نشربوها اللي ذكرته يعني سابقا. فقط ولا اسهل، تحاولوا تثقبوها بكل الجهات باش تشرب لكم مليح البنات، وتجيكم كيكة باردة ومشربة. ولازم يعني ديروا مليح نفس الشيء واش درت باش تجيكم نفس الطريقة، يعني نفس النتيجة نقصد. المهم البنات، وهنا راني شربتها يعني بالخليط كما قلت لكم، الحليب وكابتشينو كما نقولوا والقهوة، باش تشرب لكم مليح مليح وتخلوها تبرد شوية البنات، ما تكونش سخونة تشربوها. الخليط شوية سخون والكيكة ثاني نفس الشيء باش ما تجيش معجنة. واخر شيء البنات صبيت عليها الشوكولا البيضاء اللي هي يعني درتها كيما الكلاصاج عادي، يعني ديروا الكريمه وتحطوا الشوكولا نتاعكم وتخلطوا حتى تبرد غير شويه، تصبوها على الخليط نتاعكم. وفي الاخير رشيتها برشه خفيفه من فوق، اولا بالكابتشينو رشه خفيفه جدا، واخر شيء رشيتها بالكاكاو الحلو يعني كما راه في الصوره. وتخلوها تبرد مليح مليح البنات، من الأحسن في الثلاجة. وهذه النتيجة يعني كيكة رائعة مشربة معسلة، ما عندي ما نحكي لكم بنات، هايلة خاصة اللي يحبوا هذا النوع كيما التيراميسو تقريبا وكيما بدون بيض تقريبا. تجيكم بنينة تشابه كيما نقولوا ومشربة. شهيتكم البنات في الجنة. ومن الأحسن كما قلت لكم البنات تخلوها على الأقل تبرد مليح في الثلاجة باش تجيكم نفس النتيجة. وهذه هي فقط، وإن شاء الله إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله حلو ولا مالح، والسلام عليكم.